أهلا بيكم متابعينا الكرام في قناتكم نونا والحكاية. متابعينا الكرام، لو أول مرة تشوف قناتنا ما تنساش تضغط على زر الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلك منا كل جديد، وكمان لا تبخل علينا بالضغط على زر اللايك عشان ده اللي بيساعدنا إن احنا نوصل لأكبر عدد من الناس. ويلا نبدأ قصة النهاردة. الهوا في الأوضة كان تقيل، مشبع بريحة الشاي بالنعناع اللي كنت عاملاه من شوية، وبقايا دخان سجاير جوزي من ليل امبارح. كنت قاعدة على حرف الكنبة وإيدي بترتعش وهي بتلمس بطني اللي لسه ما ظهرتش عليه علامات الحمل. من ساعة واحدة بس اختبار الصيدلية أكد لي إن في حياة جديدة بتنبض جوايا. شعور معقد من الفرح والخوف اجتاحني. يمكن البيبي ده يغير علي، يمكن يرجعله شوية من الحنان اللي شفته في شهرنا الأول. قطع حلمي اليقظة صوت فريد صاحب جوزي اللي كان قاعد قصادي واثق زيادة عن اللزوم. قال لي بنبرة ناعمة زي الحرير لكنها كانت مخبية تحتها خنجر: دعاء، انتي ست طيبة ومسكينة، حرام تفضلي مصيرك مع راجل زي علي. رفعت راسي بالراحة وقلت بحذر: علي جوزي وده بيته، من فضلك احترم وجودك هنا. ابتسم ابتسامة جانبية عملت لي قشعريرة في جسمي. مد ايده بالموبايل وقال: قبل ما تتكلمي عن الاحترام بصي على ده، شوفي جوزك ازاي بيصون حرمة بيته. ترددت، لكن نظراته الواثقة أجبرتني آخد الموبايل. في اللحظة اللي عيني وقعت فيها على الشاشة حسيت الدم بينسحب من وشي مرة واحدة. ما كانش مجرد فيديو، كانت أوضتي، فرشي وغطايا. كنت أنا في لحظة خاصة وحميمة مع الراجل اللي ائتمنته على نفسي. زاوية التصوير كانت من فوق، من السقف، زي عين شيطانية بتراقب وما بتغمضش. حسيت بغثيان عنيف وبصوت أزيز في وداني. ما قدرتش أتنفس. الموبايل وقع من إيدي المرتعشة على السجادة. فريد كمل كلامه ببرود وكأنه مستمتع بانهياري: ده واحد من عشرات المقاطع، جوزك المصون بيصورك ويبعتها ليا مقابل تمن المخدرات اللي بيتعاطاها، ودلوقتي جه دوره يدفع تمن أكبر. إحنا عملنا صفقة جديدة، هيطلقك وأنا هتجوزك. هو هيقبض مبلغ كبير وأنا هاخدك. مش عرض رائع؟ باعك يا دعاء، باعك ببساطة. كل كلمة كانت مسمار بيدق في نعش أحلامي. ما كانش ده جحيم عادي، ده كان قاع الجحيم نفسه. إزاي وصلت هنا؟ إزاي هروبي من قسوة أخويا بقى فرخ مميت زي ده؟ علشان تفهموا لازم نرجع للبداية، للقرية الصغيرة اللي كانت يوماً ما كل عالمي. اتربيت في قرية ريفية بسيطة. كان عندي أب موظف قلبه كان أكبر من الدنيا، وأم وهبت حياتها لينا. الفرق العمري بينهم كان كبير، وده خلى أبويا دايماً حاسس إن وقته محدود. زرع في أخويا الكبير فكرة: أنت راجل البيت من بعدي. عشان كده لما لقى أخويا ملوش في الدراسة دفعه يتعلم صنعة. أما أنا كنت مشروعه الخاص، بؤرة أحلامه. كان دايماً يقولي: عقلك ده ألماسة يا دعاء، ما تسيبيش حد يطفي نوره. كنت بحلم أبقى دكتورة، ألبس البلطو الأبيض وخفف وجع الناس. في الثانوية العامة جبت مجموع ما وصلش للطب، بس فتحني باب كلية التمريض. بالنسبة لي كانت خطوة في الطريق الصح. اترجيت أبويا بدموعي إنه يسيبني أدرس في المدينة. شفت الخوف في عينيه، بس ثقته فيا غلبت خوفه. أما أخويا قامت قيامته: بناتنا ما يخرجوش من البلد، مكانها تتجوز وتستر نفسها. في مجتمعنا جواز البنت بدري كان الطبيعي، لكن أبويا وقف في وشه وقال بحزم: بنتي هتحقق حلمها وأنا المسؤول عنها. سافرت المدينة. أول أيامي هناك كانت زي اللي خرج من الضلمة للنور. صخب الشوارع، مكتبة الجامعة الضخمة، زمايلي بيتكلموا عن المستقبل بطموح. كل حاجة كانت جديدة ومبهرة. أجرت أوضة في شقة طالبات، كنت بعيش على المصروف البسيط اللي بيبعته أبويا، ونحمل لساعات كلام أخويا في كل مكالمة اللي كان بينقلي كلام الناس. في نص السنة التانية في يوم عادي جدا رن تليفوني. كان صوت عمي على الطرف التاني مخنوق ومتكسر: دعاء، أبوكي البقيت في حياتك. ما فهمتش إزاي. قال لي إنها سكتة قلبية مفاجأة وهو في شغله. رجعت القرية اليوم ده بس روحي فضلت في المدينة. لقيت أمي اتحولت لظل ست، كانت قاعدة في صمت أيام
وبالليل تصحى تصرخ باسمه. كنت بشوفها بتتسلل لخزانته، تحضن جلابيته وتروش من عطره على وسادتها قبل ما تنام وهي بتبكي صمت. وأخويا ما كانش ليه هم غير يخلص أوراق المعاش بسرعة. نسيت حزني عشان أبقى سند لأمي، بس روحها كانت راحت مع أبويا. ما استحملتش 6 شهور من الفراق. في صباح هادي لقيناها ماتت في سريرها بهدوء. لحقك بيه وسابتنا في وش عالم ما بيرحمش. دلوقتي بقيت أنا وأختي تحت رحمة أخ ما يعرفش الرحمة. أختي اللي كانت بتحب ابن خالتي لقت طريقها للجواز بسرعة. أما أنا بدأت معركتي حقيقية لما اتجرأت وطلبت أرجع دراستي. انفجر في وشي زي بركان. دراسة إيه؟ انتي عار عليا، مكانك هنا لحد ما حد ياخدك. ولما قلت له إني هشتغل عشان أصرف على نفسي جنة جنونه. تشتغلي؟ عايزة الناس تلويكي في سيرتي؟ وفي نوبة غضب ما شفتش زيها ماسك كتبي اللي كانت كنزي ومزقها قدامي صفحة صفحة. الليلة دي ما مزقش الورق بس مزق قلبي. ابتدى يعرضني على العرسان كسلعة عايز يتخلص منها. هدفه واضح، يجوزني أنا وأختي وبعدين يبيع البيت وياخد الفلوس ويسافر. رفضت كل اللي تقدمه، من فلاحين بوسطال لصبيان ورش. كنت متمسكة بحلمي، راجل مثقف من المدينة زي أبويا. وصل بيا اليأس إنه عرضني جوازة تانية لابن عمي بحجة إن مراته ما بتخلفش غير بنات. قاومت بكل قوتي، أضربت عن الأكل وبكيت عند رجلين عمي اللي وقف جنبي لحد ما فشل المخطط المهين ده. وفي وسط اليأس ده ظهر علي، الجنة الزايفة وسقوط الأقنعة. علي جه بيتنا كرجل أعمال وسيم وأنيق، هيخلص لأخويا إجراءات سفره. اتكلم بلباقة وثقة وبان زي شخصية طالعة من فيلم. عملت لهم الغدا على عجل وقدمته وأنا مش رافعة عيني من الأرض. بعد 3 أيام أخويا دخل عليا فرحان بيقول علي معجب بيكي وعايز يتجوزك. اللحظة دي كانت القشة اللي اتعلقت بيها. راجل من المدينة ميسور وممكن يكون الخلاص. لما تقدم لي قال إنه يتيم ومقطوع من شجرة. ما شكتش، حسيت إن الظروف دي هتخلينا سند لبعض. اتعمل كل حاجة بسرعة. باع أخويا البيت واستولى على الفلوس، وفي 20 يوم كنت في عربية علي رايحة شقته في المدينة بعد كتب كتاب متواضع، سايبة كل حاجة ورايا. الشهر الأول كان حلم. عاملني علي كأميرة من الحواديت، يطبخ لي، يرفض أتعب في البيت، يغمرني بكلام حب وهدايا. افتكرت إن ربنا عوضني، لكن الحلم ما استمرش. الأقنعة وقعت واحدة واحدة. أول قناع وقع لما قلت له عايزة أرجع دراستي. بصلي ببرود وقال أنا اتجوزت 6 ترعى بيتي، مش طالبة تروح الجامعة. الموضوع ده مقفول. بعدها لاحظ غيابه كتير بالليل ورجوعه بعينين زايغة وريحة غريبة. عرفت إنه بيتعاطى مخدرات. الراجل الحنان اتحول لوحش. كلامه بقى سياط بتجلد روحي كل يوم. لولا أنا كنتي متعفنة في بلدك. احمدي ربنا إني بصيت لواحدة زيك. ما مدش إيده عليا، بس أذى لسانه كان أشد 1000 مرة. بقيت سجينة في شقة شيك، معزولة عن الدنيا، بخدم راجل معرفتوش. وعرفت كمان شغله في السفر وجه لعمليات نصب وغرقان في الديون. فريد بدأ يتردد على بيتنا، هو اللي كان بيزود عليا بالمخدرات. كنت بحس بنظراته الغريبة تخترقني، خليط من الشفقة والرغبة. وجوزي بيعتمد عليه في كل حاجة، لحد ما جه اليوم اللي طالبه فيه فريد بتمن بضاعته. وهنا في قمة يأسه وحاجته للفلوس اتولدت الخطة الشيطانية اللي انتهت بيا قاعدة قدامه بتفرج على فيديو فاضحتي وبسمع تفاصيل صفقة بيعي. بعد ما رماني عليا بكلمة انتي طانق ببرود، لميت كرامتي في شنطة هدوم بالية، نزلت الشارع وانا شايلة في بطني طفل وفي قلبي خراب ما يتوصفش. ما كانش عندي فلوس وانا مكان اروحه. المدينة اللي كانت رمز الحرية بقت غابة موحشة. مشيت ومشيت لحد مأوايا خارت. قعدت على كرسي في جنينة عامة أندب حظي في الضلمة، ذفوت من التعب. ولما فتحت عيني شفت وش ست كبيرة ملامحها شبه أمي. انفجرت في عياط مرير. قالكي بصوت دافي مالك يا بنتي؟ رميت نفسي في حضنها وحكيت لها كل حاجة. كانت الحاجة فاطمة، طوق النجاة اللي بعته ربنا. خدتني بيتها وعرضت عليا أعيش معاها ومع حفيدين ليها، محمد وندى، مقابل رعايتها.
عشت معاهم وفي بيتهم حسيت بالسلام لأول مرة من سنين. كنت بخدم الحاجة فاطمة وأقرأ على الأطفال وأطبخ وأحس إني جزء من عيلة حقيقية. ولدت بنتي والكل غمرها بحبهم. بعد سنة ابنها محمود رجع من السفر. كان راجل محترم جدا وخلوق، شاف اندماجي في حياتهم وحب الأطفال ليا. وبعد فترة فتحتني والدته إنه عايز يتجوزني. ترددت من خوفي من الماضي، لكن قررت أقول له كل حاجة. سمع محمود قصتي بصدمة وتعاطف ووعدني يساعدني. بما عرفه بلغ الشرطة الإلكترونية. سقطت الشبكة كلها، من طليقي اللي اعترف بكل جرائمه لفريد اللي طلع بيدير شبكة دعارة دولية. اتحكم عليهم بالمؤبد واتقفلت الصفحة السوداء من حياتي. اتجوزت محمود، الراجل اللي كان عوض ربنا الحقيقي. أصريت نعيش مع والدته اللي بقت أمي، وأكبر هدية جابهالي إنه اشترى بيت أبويا القديم واداهولي. جددته وخليت أختي تعيش فيه بكرامة، ووفرت لجوزها شغل في الأرض اللي اشتراها محمود. أما أخويا سمعت إنه بيقضي حكم طويل في السجن في البلد اللي سافر ليه. دلوقتي ببص لولادي الأربعة، بنتي وأولاد محمود وابننا المشترك، ومفيش فرق بينهم، كلهم ولادي. رحلتي كانت قاسية بس علمتني إن ربنا ممكن يختبر صبرك بأقصى الطرق، بس لما بيعوض بيكون عطاء أكبر من كل خيال.